موضوع شاغل ناس كتير قوي، بيشوفوا كتير جدا اسئله كل يوم على السوشيال. الناس بتستفسر: يا جماعه احنا اشترينا عربيات جديده فتيس الاوتوماتيك، الشركه بتقول ان ما بتغيرلوش زيت. اروح التوكيل اقول له عايز اغير زيت الفتيس، يقول لي لا مش موجود في جدول الصيانه. اعمل ايه؟ هل ده حاجه منطقيه خارج العقل والمنطق، خارج الحسابات العلميه؟ طيب بصوا، يعني خدوا الكلام بقى ايه من حد متخصص. انا يعني اشتغلت اصلا كمان في موضوع تحليل الزيوت وتحليل الزيوت بتاعت الجير بوكسات والانجنز والترانسفورمرز المحولات والجير بوكس والمواتير والتربينات وكل ما تتخيلوا. وعندي كتب منشورة بره وابحاث وهكذا، ودورت في الموضوع ومعايا عربية جديدة، وتواصلت مع المصنع بره عشان افهم منه. انا معايا عربيه رينو ميجان 4 فتيس سي في تي، الفتيس من صنع شركه نيسان، وبرده التوكيل بيقول ان ما بتغيرلوش زيت. طبعا احنا عندنا، لو احنا بنتكلم في فتيس السي في تي، عندنا فتيس السي في تي نفسه فيه 3 أو 4 انواع من الفتيس السي في تي. خلينا نتكلم بشكل جنرال، وخلينا نقول الخلاصه بتاعت الموضوع ده ايه علميا. بصوا يا جماعه، هو اولا ما فيش زيت بيقعد مدى الحياه، ده صح. واي زيت بيفقد خواصه مع الوقت، لان الزيت ده محطوط فيه مواد حمايه للاجزاء المعدنيه، وحمايه من الرطوبه ودرجات الحراره، ومواد منظفه والى اخره. احتكاكها بالمعدن جوه، سواء تروس سواء جير بوكس بقى، سواء الضغوط اللي بيتعرض ليها في الزيت الموجود داخل الموتور، بيفقد خواصه وبيحتاج ان هو يتغير. ده علميا طبعا مظبوط. لما تيجي انت تمسك الزيت ده تحلله في معمل، انت بتشوف منه مش حالة الزيت فقط، لا، ده الاساس فيه ان انت بتشوف حالة المعدة دي. يعني لما اجي احلل زيت طالع من جير بوكس، اقدر اعرف في تآكل في التروس جوه ولا لا، في تآكل في انهي بليه ولا لا. خلي بالكم الفتيس السي في تي عشان تبقوا فاهمين ما فيهاش تروس. الفتيس عبارة عن طنبورتين بينهم سير، ما عندكش اجزاء كتير تتآكل داخل الفتيس مبدئيا. يعني لما بنتكلم على السي في تي، لان السي في تي بالذات هو الفتيس اللي عليه جدل. فالفتيس ده اصلا ما فيهوش تروس. طيب النقلات بتحصل ازاي؟ النقلات بتحصل حاجه الكترونيه عن طريق الكنترول مع تغيير القطر بتاع الطنابير. ابقى اتفرج كده في فيديوهات كتير بتشرح فكره عمل السي في تي على جوجل وعلى اليوتيوب، هتلاقي ان هما طنبورتين بينهم سير. تغيير القطر بتاع الطنبوره هو اللي بيغير معاك السرعات والحركه. ماشي؟ طيب ازاي بقى الزيت ده ممكن يقعد في الفتيس ده مدى الحياه؟ مبدئيا عايز اقول لكم ان المصنعين اللي بيقولوا كده اغلبيتهم هي الشركات الفرنسيه، العربيات البيجو والعربيات الرينو وهوندا برضو. يعني عشان برضو بس عايز اقول لك يعني هوندا برضو يعني ابتدوا دلوقتي بيغيروا زيت الفتيس. لكن معظم الشركات اللي هي بتتكلم على موضوع تغيير زيت الفتيس ان هو مدى الحياه وما بيتغيرش ومقفول على الجير بوكس من اول ما تشتري العربيه ما تغيروش ولا تيجي فيه، هي الفتيسات دي اصلا عمرها الافتراضي مش طويل. يعني الفتيس نفسه عمره الافتراضي مش طويل. احنا مبدئيا كده عملنا في الاول خالص احصائيه على السوشيال ميديا عشان نشوف الناس اللي غيرت فتيس والناس اللي ما غيرتش فتيس وعملت كيلومتر كبير بالعربيات دي. لقينا ان مفيش اي علاقه خالص بين اللي غير واللي ما غيرش. يعني اللي غير زي اللي ما غيرش. يعني الفتيس ده من الاخر كده هم جايين مقفول عليه بالزيت بتاعه، ومحطوط له عمر افتراضي معين، زي مثلا 250,000 300,000. هو فتيس عمره الافتراضي مش طويل. يعني هو يعني سواء انت غيرت يعني الزيت او ما غيرتوش، هو هيقعد معاك هو العمر الافتراضي ده 250 300,000 وهكذا. مش عايزين نرعب الناس ونقول لهم ان عند 250 300,000 هتضطروا تغيروا الفتيس، بس اللي عايزين نقوله ان سواء انت غيرت او ما غيرتش هو ده اللي هيحصل. طيب هل واقعي بقى ان انا اسيب الزيت يتغير في خواصه ويحصل؟ انا اقول لكم، انا لما راسلت شركه رينو عشان افهم منهم يا جماعه ايه موضوع ان انتوا بتقولوا ان زيت الفتيس بتاع العربيه الميجان ما بيتغيرش. اول حاجه خالص هي رينو فرنسا ما بتردش، فانا قلت اشوف بقيه
بقيت الجماعه اللي في اوروبا، فرسلت رينو رينو انجلترا. ماشي. فرينو انجلترا قال لي احنا العربيات اللي عندنا اللي هي الفتايس اللي هي الدول كلاتش، ما عندهمش اصلا اللي هي العربيات الهاتشباك الرينو هناك بتنزل باللي هو الفتيس الدول كلاتش، ما عندهمش اللي هو السي في تي. كويس. طيب يا جماعه انا عايز اعرف الفتيس السي في تي بتاعي بتغير له زيت. قالوا لي ادينا رقم الشاسيه بتاعك. لما بصوا رقم الشاسيه قالوا لي لا، العربيه دي بتباع في مصر تمام، والعربيه دي الفتيس بتاعها لا يحتاج تغيير الزيت بتاعه، لان الفتيس جاي من شركه اللي هي اسمها ايه دي، جاتكو، اللي هي الشركه اليابانيه المصنعه. بتمتلك نيسان جزء منها، وبتمتلك ميتسوبيشي وسوزوكي الجزء الباقي، لكن بتمتلك نيسان الجزء الاكبر. الفتيس ده ما بتغيرلوش زيت. طب يا جماعه ازاي ما بتغيرلوش زيت؟ قال لك هو كده حضرتك اهم حاجه بس ان الزيت ما ينقص عن معدله الطبيعي. طبعا يعني نقصان الزيت ده خطير جدا، فدي الحاجه الاساسيه اللي لازم كل واحد يشيك عليها في الزيت بتاعه مبدئيا. يعني لازم تشيك على مستوى الزيت، وده اصلا احنا كنا وضحناه في فيديو ان في مقاس لزيت الفتيس بالنسبه مثلا للعربيه الرينو ميجان، وهتلاقي العربيات البيجو والعربيات الفرنسيه ومعظم العربيات اللي هو بيقول لك الزيت ده مدى الحياه في الجير بوكس، هتلاقي في مقاس لزيت الفتيس زي بالظبط المقاس بتاع زيت الموتور. تمام. يبقى اول حاجه انا اهتم بيها هنا ان الزيت ما ينقص مني. طيب موضوع تغيير الزيت، حضرتك نفسيا يعني نفسيا عايز تغير زيت. طيب نفسيا عايز ترتاح، يعني انا خلاص انا بقول لك ان الفتيس ده عمره الافتراضي 250 300 الف. انت غيرت الزيت او ما غيرتوش هو هيبوظ عند العمر الافتراضي ده، معلش. غيرت الزيت بدري وعند 40 و50 الف، وحابب ان انت نفسيا تحافظ على الفتيس بتاعك ونفسيا تبقى مستريح، لازم اقول لك بقى على الطريقه الصح اللي تقدر تغير بيها الزيت. انا عملت ايه؟ دخلت على شرق اوروبا وروسيا، الدول، راسلت رينو هناك. الدول دي شويه دول ايه، الناحيه بتاعت روسيا وكده، دي دول يعني بتحب يبقى لها دماغ شويه، ما بيمشوش تابعين قوي للغرب في الكلام اللي هم بيقولوه كده. فهم بالنسبه للعربيات الرينو زي الداستر وزي الميجان وكده، هم بيغيروا زيت الفتيس، لكن بيغيروه بالطريقه غير اللي بيتغير بيها في مصر خالص. مبدئيا سيبك من موضوع الجهاز والكلام الفاضي ده. في شركه زي هوندا مثلا ما بتنصحش خالص بموضوع الجهاز اللي بيشفط زيت الفتيس، لان لو في وساخه في الزيت اثناء عمليه الشفط هتسد البلوف وهتسد الممرات اللي موجوده داخل الفتيس اثناء عمليه الشفط، فالفتيس بتاعك هيقفش وهيبوظ. فموضوع الجهاز ده مش حلو. احنا درسنا في الميكانيكا وبندرس للطلبه من سنه اولى وسنه تانية طريقه اسمها ديسبليسمنت في عمليه تغيير الزيت، ان انت بتزق الزيت النظيف من ناحيه وتسحب الزيت اللي مش نظيف من ناحيه تانية. دي طريقه ميكانيكيه سيمبل جدا وطريقه طبيعيه، واقدر ان انا اغير بيها زيت الفتيس بتاعي. طب انت بتقول لي طب مين هيعمل لي الطريقه دي؟ مين الفني في مصر اللي هيقعد يعمل لي طريقه الديسبليسمنت؟ تعالى بقى نروح للطريقه التانية. انا بقول لكم على طريقه من الاثنين دول اللي بتستخدمها رينو روسيا ورينو اوكرانيا والرينو في الدول اللي في شرق اوروبا، لان الناس دي بتغير زيت الفتيس. بيعمل حاجه، ودي على فكره انا لقيت ان بعض توكيلات نيسان في مصر بتعملها، وبما ان نيسان هو المصنع بتاع الجير بوكس بتاع السيارات الفرنسيه، فاحنا برضو لازم نسمع كلامهم. بيقول لك انت لو هتغير زيت الفتيس السي في تي ده بتغيره ازاي؟ حضرتك بتفك الطبه بتنزل ال 3 لتر زيت. طب هو الفتيس فيه 8 لتر زيت، طب انا اعمل ايه؟ حضرتك هتغير ال3 لتر وتحط الزيت النضيف وتمشي حوالي 600 ل 1000 كيلو وترجع تاني تفضي الزيت. هيكون الزيت اللي هو النضيف اختلط بالزيت اللي مش نضيف، وابتدى يعني يحصل عمليه غسيل للفتيس. تيجي بعد حوالي 1000 كيلو منزل الزيت تاني وحاطط 3 لتر تاني. ما انت الطبه بتنزل لك 3 لتر، مفيش طريقه ان انت تسحب بيها الزيت كله غير بجهاز الشفط. انا مش مرجح جهاز الشفط ده خالص، لكن انا بقول لك انت هتفك الطبه، هتنزل ال 3 4 لتر وتحط مكانهم 3 4 نضاف وتمشي يختلط الزيت اللي مش كويس مع الزيت الكويس الجديد. بعد 1000 كيلو هتروح رايح لنفس الراجل اللي انت عملت عنده منزل الزيت تاني، وحاطط برضو 3 4 زيت من الجداد، وتيجي تاني تعمل الموضوع ده مرتين ثلاثه، هتلاقي الفتيس كله اتغسل بشكل طبيعي جدا، واصبح الزيت كله اللي جوه الفتيس هو الزيت الجديد الزيت النظيف، وانت اتخلصت من الزيت القديم بطريقه طبيعيه جدا. دي احسن طريقه ناتشورال واحسن طريقه طبيعيه اقدر ان انا اغير بيها زيت الفتيس بتاعي. ده لو انت حضرتك مصر على تغيير زيت الفتيس عشان تبقى مطمن على العربيه بتاعتك. طيب في نقطة أنا برضو عايز أقولها للناس عشان برضو الناس تبقى عارفة. لو أنت
قررت انت اول مره خالص عايز تغير زيت الفتيس وكانت العربيه عملت 120 130 140 الف كيلو، ما تغيروش، لان الزيت هنا بيبقى اتوسخ وحامي خلوصات داخل الفتيس، وسحب الزيت هيؤدي الى ان الخلوصات دي هتبتدي يعني تسيب فراغات، فهيحصل مشكله في الفتيس. فلو انت الزيت سبته فتره طويله قوي لحد ما عديت ال 120 130 140 150 الف كيلو، ما تغيروش خلاص كده، سيبه لحد ما تغير الفتيس بالزيت، بعمر العربيه بقى، بعمر الفتيس، بايا كان. لكن لو انت عايز حابب تعمل موضوع تغيير زيت الفتيس، يبقى تعمله كل 40 او 50 او 60 الف كيلو، 70 الف كيلو، 80 الف كيلو بالكتير قوي. لكن ما تسيبليش الزيت لحد ما يوصل لمرحله منتهيه في كيلومتر عالي وتيجي عايز تغيره، وانت كده الفتيس بتاعك خلاص باظ. لكن احنا عملنا احصائيه على السوشيال ميديا، والله الناس اللي غيرت زي اللي ما غيرتش. اللي باظ منه متوسط عند 250 الف 300 الف، سواء غير او ما غيرش. فالموضوع هنا انا عايز اقول لك ان العامل هنا نفسي. وانا راسلت شركات رينو حوالين العالم كله، لقيت ان الداستر والميجان بلاي والكابتشر والكلام ده كله في شرق اوروبا وفي روسيا وكده بيغيروا لها زيت فتيس بالطريقه اللي انا قلت لك عليها، بطريقه الغسيل. الطريقه دي بتعملها بعض توكيلات نيسان هنا في مصر، يعني ما هيش طريقه غريبه. بس الفكره ان معظم المراكز هنا في مصر تقول لك الجهاز ومش الجهاز. شركه هوندا مثلا ما بترجحش الجهاز ده خالص. شركة هوندا على فكرة برضو يعني كانوا في الأول بيقولوا ما تغيرش الزيت بتاع الفتيس اللي هو السي في تي، إن هو برضو لونج لايف، بيعيش مع عمر الفتيس. بعد كده ابتدوا يغيروا الموضوع ده، لكن هم ما بينصحوش بموضوع الجهاز. في شركات كتيرة ولازم برضو بنسمع لها، وشركات عملاقة بتقول إن الفتيس السي في تي بتاعها لازم يتغير له زيت زي تويوتا، وبتنصح بالتغيير عند من 40 ل 60 ألف كيلو. يبقى إذا لو انت عايز تغير الزيت وتسمع كلام الشركات دي وما تسمعش كلام المصنع بتاع عربيتك، تغير بالطريقه اللي انا قلت لك عليها. اما قصه جهاز ومش جهاز وبتاع، لكن انا يعني بريحك وبقول لك ان سواء انت يعني غيرت او ما غيرتش، لو انت المصنع بتاعك محدد لايف تايم للجير بوكس ده، واضح جدا ان هو محدد عند 200 250 300 الف، هو هيبوظ سواء غيرت او ما غيرتش. الكلام العلمي بتاع ان مفيش فتيس، مفيش زيت فتيس بيقعد مدى الحياه والكلام ده، ومفيش زيت بيقعد مدى الحياه، الكلام ده مظبوط، بس مظبوط اكتر في سوائل الفرامل والموتور وهكذا. لكن بالنسبه لفتيس السي في تي زي ما وضحت لك، هو ما فيهوش فريكشن كتير، ما فيهوش تروس، ما فيهوش، هو عباره عن طنبورتين وسير. ودايما على فكره اللي بيبوظ فيه السير ده بيتقطع، يعني فحاجات معينه بتبوظ فيه البريشر فالف، السولنويد فالف، والحاجات دي ممكن تتصلح على فكره. لكن هو ما فيهوش الفريكشن العالي بتاع التروس اللي يحتاج له تغيير زيت. طيب هل هو في يعني انت مع النظريه بتاع ان الزيت يقعد مدى الحياه في العربيات اللي هي احنا شايفين ان الفتايس بتاعتها، خلاصه القول الفتايس بتاعتها عمرها قصير، زي العربيات الميجان الفور، والعربيات اللي هي الداستر، والعربيات اللي هي الرينول فلوينس والرينول كاب، العربيات اللي هي فيها الفتايس سي في تي الفرنساوي دي. احنا شايفين ان عمر الفتيس اصلا قصير سواء انت غيرت او ما غيرتش، فالموضوع تغيير هنا بصراحه مش هيفرق. انا بقول لك بصراحه، انت عايز نضحك عليك؟ انا بقول لك خلاصه القول. وانا راسلت الشركات كلها، رينو فرنسا ورينو انجلترا ورينو ايطاليا ورينو في شرق اوروبا ورينو في بولندا ورينو في روسيا وهكذا. وزي ما قلت لك غرب اوروبا كله بينصح بعدم التغيير. شرق اوروبا بيغير، بس بيغير بالطريقه اللي انا قلت لك عليها. بس برضه عمر الفتيس قصير، وبرضه هيحصل عندك مشاكل في الفتيس عند 250 الف 300 الف. والموضوع برضه في الاول وفي الاخر متوقف على طريقه سواقتك وطريقه تعاملك مع الفتيس، لان الفتيس ده مش بتاع سحب ومش بتاع جري ومش بتاع سباقات وهكذا. فتيس السي في تي ما هواش فتيس تجري بيه وتتسابق بيه وبتاع، ما هوش فتيس دول كلاتش يعني. أرجو إن أنا أكون وضحت لكم الموضوع كله، ووضحت لكم النظرية كلها بتاعة موضوع الفتيس ده، عشان الناس والجدل المثار حوالين هذا الموضوع على السوشيال ميديا وفي كل حتة، بالنسبة للناس اللي اشترت عربيات والمصنع بيقول ما تغيرش زيت الفتيس ده لونج لايف، والتوكيل بيرفض تغيير زيت الفتيس. عايز حضرتك تغير بره، تغير بالطريقة اللي أنا قلت لك عليها. كل 1000 كيلو أو كل من 600 ل1000 كيلو هتروح حضرتك تفضي الطبة وتغير الزيت وتمشي بيه، وتروح تاني تفضي وتمشي، وتروح تاني وتفضي وتمشي مرتين ثلاثة، تلاقي الفتيس كله اتغسل وبقى نضيف والزيت الجديد ماشي فيه زي الفل.
بلاش موضوع الجهاز، بلاش ناس تشتغلنا، بلاش. في مراكز كتير عاملة الموضوع ده سبوبة بتكسب منها وبتضحك على الناس، ولازم تغيّر كل 40,000 ولازم تغيّر كل 50,000. طيب أنا هامشي معاك وأغيّر كل 40 و50,000، طب أنت تضمن لي الفتيس ده يعيش مدى الحياة؟ يعني الموتور مثلًا هيعمل 1.000.000 كيلو، أنت تضمن لي إن الفتيس رخر هيعمل 1.000.000 كيلو؟ اضمن لي وأنا هافضل ماشي معاك بالطريقة بتاعتك. لكن أنا باقول لك أهو الفتيس بتاع العربيات دي اللي هي بيبقى نُص عُمر الموتور، يعني لو الموتور هيقعد نُص مليون كيلو الفتيس ب250,000. أنا مش باقول الكلام ده عشان أقلّق الناس، بس هو ده الواقع. وتحياتي ليكم، وأي استفسارات أنا تحت أمركم، شكرًا.